دراجة نارية طائرة. منذ بضعة عقود كان ذلك ضربا من الخيال أو إحدى بنات أفكار مبدعي ملحمة حرب النجوم لا غير، ولكن الباحثين يعملون حاليا على تحقيق هذه الفكرة الخيالية وجعلها واقعا ملموسا. باحثون ومهندسون بريطانيون صمموا هذا النموذج لدراجة نارية طائرة يمكنها التحليق في السماء وكأنها مروحية صغيرة. انتقلنا من نموذج مروحية يضم مروحتين إلى نموذج يضم 4 مروحيات. لماذا؟ لأن التقنية تطورت ويمكننا التحكم أكثر في قوة دفع المحركات المختلفة بطريقة أفضل من قبل. هذا النموذج أكثر كفاءة وأقل تكلفة. المهندس كريس مالاوي بدأ تصميم دراجته النارية الطائرة في أستراليا، فهو أيضا قائد مروحيات سابق وكرس الكثير من وقته لتصميم هذا النموذج وتطويره. ميزة الدراجة النارية الطائرة مقارنة بالمروحية هو أنه يمكنها التحليق بين الأشجار بأمان، فهنا ليس لدينا مشكلة جناح المروحية التي تعترضنا مع الطائرة المروحية. هنا تكون أجنحة المروحية محمية ولا يمكنها الاصطدام بسطح الأرض أو غيرها. بالإضافة إلى ذلك فإن تقنية الدراجة النارية الطائرة أبسط من تقنية الطائرة المروحية. بفضل هذا الاختراع يمكننا الذهاب إلى أماكن لا تأخذنا إليها المروحية. مطورو المشروع يسعون إلى تسليط الضوء على مجالات استخدام هذا النموذج مثل المجال الزراعي أو للتدخل السريع في الحالات الطارئة.